يا اهلا مساء النور عليكم. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوجبه صحيه سهله بنينه وكتستمتعوا نتوما كتوجدوا فيها. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا الدجاجه البنات خديتوها داك النهار. داك النهار تذبح النيت، يعني ما غاديش نطيبوا في الساعه، غادي نخليه يبات واحد الليله ولا جوج مرقد. غادي ندير ليه هاد التوابل ديال الدجاج، هاد ديال الدجاج المشوي. الا ما عندكمش كديروا التوابل اللي غادي نقول لكم، غديروا الفلفل الاحمر والفلفل الحار، شويه ديال القزبور، البزار، الكمون، الزعتر، شويه السكر، وغادي ديروا الثومه بودر والبصله بودر. بالنسبه للزيت ما كنديروهاش مع العطريه، كنخليو الدجاج حتى الغد ليه، ولا شوف انا كنرقدو يومين عاد فاش كتبغيو طيبوا عاد كتزيدوا هذيك الزيت. علاش كنخليو حتى التالي؟ باش داك الدجاج يشرب لينا البنه ديال العطريه اللي درنا. هنا درت تقريبا واحد معلقه هكا كبيره ديال دوك التوابل، وغادي ندير الموطارد. درت واحد شويه في الاول وغادي نعاود ندير تقريبا واحد معلقه حتى ديال الموطارد كيجي زوين. غادي ندير الخل الابيض. علاش كنديروا الخل؟ تقريبا غندير واحد المعلقه صغيره، كنديروه باش كيجينا هذاك الدجاج فتي. الا رديتو البال حتى الكيكه كنديروا فيها شي شويه ديال الخل باش كتجينا هشيشه. غادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره. البنات ما تكثروهاش باش ما يجيكمش هذاك الدجاج اللون ديالو حمر وهذا. خليو الدجاج يبقى في اللون دي، يعني ما يكونش عاوتاني عامر بالتوابل والعطريه. خليو تحسوا بالمذاق ديال الدجاج. وغادي ندير شويه ديال الماء، تقريبا كاس ديال الماء، وغادي نحاول ندخل هذوك العطريه ما بين دوك الحفيرات اللي واش غنقول لكم، دوك فاش فلحنا داك الداخل ديال الدجاج باش كيدخلوا ليه العطريه وكيجينا بنين. صافي غادي نغطي بابي اليمونتير داك السلوفان وغادي ندخلو الثلاجه. قلت لكم انا خليته 2 الليلات، جا فتي وبنين ما نعاودش لكم. دابا غادي ناخذ هنا هذا الشعير اللي مطبوخ مقشر ومطبوخ. هاد الناس راه غادي تلقاو عند سنابل، ما كاينش بزاف في المغرب، كاين ابلي لا عرفتوه. هذا ديال الشعير انا اول مره كنشوفه. صافي كنخليه يتسلق في هذاك الماء تقريبا واحد 20 حتى 30 دقيقه وكنصفيه من النشا. دابا غادي ناخذ واحد الطنجره، غادي ندير فيها الزيت، واحد الكميه اللي محترمه من الزيت، وغادي ندير بصله وحده اللي محكوكه، ولا تقدروا تقطعوها رقيقه. كتشحروها مزيان شحال ما تشحرات شحال ما كتكون لاصوص ديالكم البنات بنينه. كنخليها حتى كتبدا كتكراميليزا واللي اللون ديالها مذهب. وغادي ندير فلافل الوان، وغندير حبه ديال الخيزو حكيتها بالحكاكه الغليظه، والعطريه درت شويه ديال الملحه، التحميره، السكنجبير، البزار والخرقوم. صافي كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان. كتحسوا هذاك خيزو طاب نص طيبه لانه كياخذ شويه الوقت. وعاد غادي تزيدوا مطيشه. بالنسبه للمطيشه انا صوبتها في الدار، حكيتها وطيبتها مع شويه ديال الزيت والبزار والملحه حتى عقدات. الا ما عندكمش الوقت ديروها، من الاحسن تشريو الطماطم المركزه، ديروا تقريبا واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان. صافي ملي كتشحروا لينا دوك المكونات اللي درنا، غادي نزيد عليهم الشعير اللي فايت لينا سلقنا. كنقليه في هذيك لاصوص باش كيجينا بنين وكيشرب دوك العطريه اللي درنا ودوك المكونات كاملين والبنه ديال الخضيره اللي درنا. تقدروا تزيدوا الخضره اللي بغيتو، راه ماشي ضروري غير خيزو، تقدروا ديروا شويه القريعه حتى هي الا بغيتو، المهم اللي موجود عندكم. صافي غادي نزيد الكاس ونص ديال الماء، وغادي نحركوا مره واحده وما تعاودوش تحركوا. حتى لا بغيتو تاكدوا ياك ما تحرق من التحت، حركوا غير بفرشيطه، لانه شحال ما حركتوه كيولي عصيده، فهمتوا؟ ما كيبقاش مفروز. صافي غادي ناخذ الدجاج من بعد ما ترقد مزيان ودرت ليه شويه ديال الزيت، غادي نديرو في شويه ونخليه يطيب فوق الفاخر. البنات حسان من الفران بدرجات، كتجي داك نقول لكم واحد المذاق زوين. دابا صافي غادي ندرس البلا ديالي. درت شويه ديال الخس هكا باش يجي النظر زوين، فرقت به ما بين داك الشعير اللي طيبته وما بين الدجاج. صافي غادي ندير داك، شوفوا تبارك الله كيفاش جا محمر وبنين. وعرفتوا راه فتي شحال قلت لكم، راه بات 2 الليلات جا فتي شهوه منه. صافي غادي ندير شويه ديال طوماط سوريز في الجناب، واحد طرونش ديال الحامض. المهم حتى هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وغادي تعجبكم. الا ما عندكم الشعير ديروها بالروز حتى هو راه كيجي زوين. حتى هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نشوفكم فيديو جاي بالصحه والراحه.